كان لازم واسيب، كان لازم. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير. عالرجل انا ما عندي شب خاوي شكل غريبة يا هلا يا هلا باخواني اخواتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والف عافية. طبعا حبايبي، مثل ما تعودتوا على قوالب العربية، وانا دائما احاول انه انزل قوالب عربية اكثر من قوالب اجنبية، لان تحبون الاغاني العربية اكثر شيء. راح اخليكم رابط القوالب تعليق المثبت بقناتي على تليجرام ودربك اشرب قناتي. طبعا حبايبي، كل القوالب نفس الطريقة، تستخدم مجرد انه تحط صورك على القالب وبالتالي يصير قالب جاهز. وان شاء الله راح يعجبكم هذه القوالب وراح تستخدمونها على صوركم وعلى فيديوهاتكم. طبعا يا حبايبي اصدقائي، ما اريد اطول عليكم بالمقدمة، راح ندخل بصلب الموضوع. راح تدوسون على اي قالب من هذه القوالب، راح تطلق هذه واجهة القوالب. انت كل ما عليك انه تدوس على يوز تمبليت ان كاب كات، راح تدوس على هذه الاحمر، وراح تدوس على فتح وياخذك الى تطبيق كاب كات مباشرة. راح تطلع لك هذه الواجهة من داخل تطبيق كاب كات. انت كل ما عليك تدوس على يوز تمبليت، هذه الاشارة والعلامة، راح تدوس عليه وياخذك الى استوديو بجهازك مباشرة. مجرد انت راح تحدد صورك او فيديوهاتك، مثلا انا راح احدد هذه الصور، وبالتالي راح تدوس على هذه الاشارة. اذا ما طلع لك هذه الاشارة، تروح على تطبيق كاب كات وتغير لغة التطبيق الى لغة انجليزية، وبالتالي يطلع لك. راح تدوس عليه مباشرة، راح يصير قالب جاهز. وهسه شلون تحفظ هذا القالب؟ ولكن قبل لا احفظ هذا القالب اريد انوه على شغله، انه اني اي مقطع او اي قالب اكتب عليه الصوت معدل بسبب حقوق النشر، هذا بس بالفيديو. اما انت من تفتحها ما بي اي مشكله، الصوت كامل. راح تدوس على اكسبورت. ركزوا على هذه النقطه حبايبي، راح تدوس على سيف اند شير تو تيك توك على مود ينحفظ عندك بدون علامه مائيه. راح تدوس عليه وبالتالي ينحفظ عندك بجهازك بدون اي مشكله. فلا تنساني بالدعم واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم على المشاهده.